حكايتنا بتبدأ بليلة سودة كده وسط عالم كله فوضى ومشاكل. بيحصل شغب جامد في المدينة والشوارع مولعة والشرطة مش قادرة تسيطر على الموقف، كأن الدنيا خلاص قربت تخلص. ووسط الزحمة دي بقى بيظهر المحقق ووكر، راجل لسه عنده شوية مبادئ وعايش بعقلية الحق والعدل رغم ان العالم حواليه كله بايظ. وفي حكايتنا النهارده ووكر ده بقى بيتورط في عملية خطيرة، مطلوب منه ينقذ ابن سياسي كبير، والولد ده اتخطف وسط العصابات اللي بقت مسيطرة على نص المدينة. ومن هنا بقى ووكر بيغوص جوه مستنقع اسود مليان خيانة من ناس كان فاكرهم معاه، وعصابات بتتحكم في الحكومة من تحت الترابيزة، وشرطة فاسدة بقت بتشتغل مع اللي يدفع أكتر. والفيلم بيبدأ بمشهد درامي كده ويقول لك الحياة عبارة عن قرارات، في قرارات بتاخدها علشان نفسك أو عيلتك، وفي قرار غلط واحد ممكن يخرب كل حاجة. وده بقى اللي هنعرفه في حكايتنا النهاردة. فالقصة بتدور في مدينة مليانة فساد، مخدرات وعصابات، والناس فيها بتحاول تعيش يومها. بطلنا تشارلي بومانت ياخد قرارات هتوديه في 60 داهية، وهنحكي كل حاجة حصلت خطوة بخطوة. ومن أول ثانية في الفيلم كده بيرميك في وسط الأكشن. في شاحنة كبيرة مليانة غسالات، بس في الحقيقة فيها مخدرات قيمتها ملايين، وبتتعرض لسرقة من 3 أشخاص: تشارلي بومانت ومية وواحد اسمه جوني. تشارلي ده شاب في العشرينات، ابن رجل أعمال كبير جدا اسمه لورانس بومانت، بس هو بعيد عن أبوه وعايش حياة العصابات. ومية بقى حبيبته وبنته شجاعة كده، بس عندها ماضي مش أحسن حاجة، ومديونة لزعيم عصابة خطير اسمه تشاو. وجوني بقى ده مجرد واحد معاهم في العملية. والشرطة بتكتشف السرقة وبتبدأ مطاردة عنيفة جدا ما بينهم، والعربيات بتخبط في بعض وفي ضرب نار، والشاحنة بتتزحلق في الشارع. وفي وسط الفوضى دي بقى الشرطي كورتيز بيحاول يوقف الشاحنة، بس تشارلي ومية بيرموا عليه غسالة. فعلا زي ما سمعت كده بيرموا عليه غسالة، فكورتيز بيتصاب جامد، وساعتها زمايله الضباط بيودوه العناية المركزة. والمطاردة بتخلص ان تشارلي ومية بيهربوا، والشرطة بتبقى عايزة تدور عليهم بأي تمن. وفي نفس الوقت ده بقى بنشوف لورانس بومونت أبو تشارلي، وهو راجل أعمال نافذ ومرشح لمنصب العمدة. وبالمناسبة لورانس بيطلع من تحقيق كبير بتهم فساد، لأنه بيستخدم فلوسه ونفوذه علشان يبتز المدعي العام. وفي مشهد على التلفزيون لورانس بيقول أنا هنا علشان أنظف المدينة، بس الكل عارف إنه فاسد من ساسه لراسه. ولورانس بيبقى قلقان على تشارلي لأن ابنه متورط في صفقة مخدرات فاشلة، والصفقة دي كانت بين عصابة تشوي وعصابة تانية بتقودها واحدة اسمها تشينج. بس للأسف كل حاجة راحت بالغلط، والشرطة بقت تدور على تشارلي. بعد كده بنشوف لورانس بيتصل بواحد اسمه ووكر، وهو محقق شرطة، وبيقول له لاقي تشارلي قبل ما الشرطة والعصابات يمسكوه. ووكر ساعتها بيفكر شوية وفي الآخر بيوافق، بس ده طبعا مش عشان خاطر عيونه، لا ده علشان عنده مصالح مشتركة معاه. على فكرة ووكر مش بس محقق، ده راجل عنده قصة حياة تحزن. يعني نقدر نقول اللي هو مطلق مراته ومش عايش مع بنته إيمي اللي عمرها 6 سنين. وفي مشهد طريف كده ووكر بيروح يشتري هدية عيد ميلاد لإيمي من محل الألعاب، والبياع بيقول له عايزني ألفها لك، ووكر ساعتها بيرد وبيقول له لا أنا هغلفها بالجرنان، وبياخد الجرنان وشريط لازق علشان يعمل لها مفاجأة. بس لما بيتصل بالست اللي كانت مراته علشان يزور بنته، هي بتزعق له وبتقول له الساعة 10 بالليل وإيمي نايمة، وأنت أصلا مش بتدفع النفقة. ووكر ساعتها بيحاول يوضح ان عنده فلوس كتير جدا، بس هي بتقول له انا مش عايزه حاجه من فلوسك القذره دي. وده بيلمح ان ووكر نفسه متورط في حاجات كتير قوي مش نضيفه مع لورانس. بعد كده بنشوف ووكر بيبدا يدور على تشارلي، وبياخد معاه شريكته الجديده إيلي، وهي محققة شريفة بتحب تعمل الصح في شغلها. واللي بنلاحظه إن إيلي بتبدأ تشك في زمايلها في القسم، خصوصا 3 معينين من رجال الشرطة اسمهم فينس وهيز وجيك، لأنها شايفة إنهم بيعملوا حاجات مش مظبوطة. بعد كده بنرجع لتشارلي وميا وهم بيحاولوا يهربوا من المدينة، بس عندهم مشكلة كبيرة. ميا مديونة لتشارلي بفلوس كتير، وتشارلي متورط في صفقة مخدرات راحت في الرجلين. والصفقة دي بقى كانت في مطعم قديم، وكان المفروض إن عصابة تشارلي تبيع مخدرات لعصابة تشينج، بس فجأة مجموعة لابسة أقنعة هوكي بتظهر وبتبدأ تضرب نار، والنتيجة إن 9 جثث مرمين على الأرض، منهم طبعا ابن تشينج اللي كان موجود في الصفقة. بعد كده بنشوف تشينج زعيمة العصابة بتفتكر إن تشارلي وميا هما اللي قتلوا ابنها، فبتبعت رجالتها فورا تدور عليهم وتجيبهم من تحت الأرض، وده علشان خاطر تنتقم. بس الحقيقة بقى اللي هنعرفها بعد كده إن فينيس وجيك رجال الشرطة الفاسدين هما اللي كانوا لابسين الأقنعة، وهم اللي قتلوا ابن تشينج علشان يسرقوا المخدرات. والصفقة دي بقى بتقلب كل الموازين، تشينج عايزة دم ابنها، وتشيوي عايز فلوسه من ميا، والشرطة عايزة تشارلي. بعد كده بنشوف تشارلي وميا بيروحوا نادي ليلي اسمه ميدوسا عشان يلاقوا هناك واحد يعمل لهم جوازات سفر مزورة ويهربوا بقى من المدينة. ووكر ساعتها بيكتشف مكانهم وبيروح النادي علشان يقبض على ميا. وفي النادي بقى ووكر بيحاول يتكلم مع ميا وبيقول لها انا مش عايز اسجنك، انا بشتغل لصالح ابو تشارلي، وكل اللي عايز اعرفه منك هو مكان تشارلي وبس.
بس ميا طبعا مش بتصدقه وبتقول له انا مع تشارلي عشان بحبه مش علشان فلوس ولا عشان اي حاجة تانية. وفجأة مجموعة من رجال تشينج بيظهروا في النادي علشان يقتلوا ميا، لان تشينج فاكرة طبعا زي ما قلنا قبل كده ان هي اللي قتلت ابنها. تحصل معركة كبيرة وموسيقى الدي جي لسه شغالة بصوت عالي والناس بتجري في كل حتة. ووكر بيحمي ميا وبيضرب واحد من رجال تشينج وبتقول لتشارلي ده اللي قتل الناس في الصفقة. وساعتها ووكر اتأكد ان المقنعين دول يبقى زمايله في الشرطة. وفي الاخر تشارلي بيتصاب في رجله اثناء القتال وميا بتسحبه وبيهربوا من الباب الخلفي. بعد كده بقى بنرجع لإيلي وبتبدأ تكتشف ان فينيس وجيك فاسدين، وساعتها بتروح المستشفى تزور كورتيز الشرطي اللي اتصاب في المطاردة، وده طبعا علشان تسأله على اللي حصل. وفي المستشفى بقى بتحصل محاولة قتل الكورتيز من واحد من رجالة تشينج، بس إيلي بتمنعه وبتنجح انها تقبض عليه. وفي الآخر إيلي بتكتشف إن فينيس وجيك كانوا عارفين بسرقة الشاحنة من الأول، وإنهم هم اللي خططوا لسرقة المخدرات من صفقة تشيوي وتشينج. وفي نفس الوقت بقى ووكر بيواجه فينيس في مكان مهجور وبيسأله انتوا اللي قتلتوا ابن تشينج مش كده؟ وفينيس ساعتها بيضحك وبيقول له لو عايز تبقى عايش خليك بعيد عن الموضوع ده. ووكر بيبقى في حيرة لأنه عارف إن فينيس خطير جدا، بس هو كمان متورط مع لورانس ومبقاش عارف يعمل إيه. والأحداث كلها بتتلم في مكان قديم على ضفة بحيرة. هنا بقى بيحصل الكلاش النهائي. تشارلي وميا بيهربوا للكوخ علشان يستخبوا، بس رجالة تشينج بيلاقوهم ووكر بيروح الكوخ علشان خاطر ينقذهم، ولورانس بيجي بنفسه علشان يحمي ابنه. وتشينج بتظهر مع رجالتها وهي مصممة تقتل تشارلي وميا علشان فاكرة انهم قتلوا ابنها. وفي المواجهة بقى ووكر بيحاول يهدي الموقف وبيقول لتشينج مش تشارلي وميا اللي قتلوا ابنك، ده فينيس وجيك هما اللي عملوا كده. وتشينج ساعتها مش بتصدق وبتصمم تخلي لورانس يقتل ميا حبيبة ابنه قدام عينه كنوع يعني من انواع الظلم. وساعتها ابنه بيترجاه ما يعملش كده وانه مش هيقدر يستحمل بعدها عنه، وبيطلب منه كمان انه يقتله هو بدلها. لكن في اللحظه دي بقى بتحصل المفاجاه. ايمي بتظهر ومعاها فينيس والراجل التاني اللي حاول يقتل كورتيز في المستشفى، واجبرتهم انهم يعترفوا بكل حاجه عملوها. والكلام ده كله طبعا كان قدام تشينج اللي اتصدمت لما عرفت ان دراعها اليمين كان خاين وغدر بيها لصالح فينيس، وهو اللي كان مرتب كل حاجه علشان خاطر يقدر يستولوا على المخدرات. واتصدمت اكتر لما عرفت انهم السبب في موت ابنها وقت تسليم البضاعه. وكانت حجته الوحيدة إنها بعد موت الأخ الأكبر كان المفروض هو اللي يبقى الزعيم، لكن هي فضلت ابنها عنه. وفي الآخر قال لها على العموم مش أنا اللي قتلته، وشاور على الاتنين الظباط وقال لها دول اللي قتلوه. وفي الوقت ده بقى جيك بيخطف البندقية من إيلي وبيحاول يقتل تشارلي علشان يموت الحوار على كده، لكن في الوقت المناسب بيتدخل لورانس علشان يحمي ابنه، وفي الآخر بيموت في حضنه وبيوصيه يخلي باله منها. وفي الوقت ده بقى إيلي دخلت معركة ضد جيك بتنتهي بإن ذخيرتها بتخلص، لكن في الوقت المناسب بيظهر تشارلي وبيخلص على جيك وهو مليان غضب بسبب موت أبوه. وفي الناحية التانية بنشوف فينيس بيحاول يهرب، لكن ووكر مش بيديله الفرصة بكده وعلى طول بيهدده بالمسدس وبيحذره إنه يتحرك من مكانه. وساعتها فينيس بيقول له أنت مالك أنت بالكلام ده، أنت مش هينفع تهرب من كل المصايب اللي عملتها قبل كده. وساعتها ووكر بيرد عليه وبيقول له إنه خلاص مش هيهرب تاني وهيواجه مصيره. ساعتها فينيس بيضحك ويقول له خلاص يبقى هنقضي حياتنا في السجن مع بعض. وفي الوقت ده بقى بيحاول يمسك المسدس ويقتله، لكن ووكر بيلحق نفسه وبيموته. وبعد المواجهة دي كلها ووكر بيقرر انه يسلم نفسه للشرطة لانه عارف انه متورط في حاجات مش نظيفة مع لورانس. وبيروح لإيلي وبيديها هدية عيد ميلاد ايمي وبيقول لها وصليها لبنتي بس بلاش دلوقتي مش عايز افسد عليها عيد ميلادها. وايلي بتوعده انها هتعمل كده فعلا وبتقول له على فكرة انت مش وحش زي ما بتقول بس لازم تواجه الحقيقة. وفي الخلاصة بقى يا صاحبي ان الفيلم مليان اكشن ومطاردات وضرب نار، بس فيه كمان عبرة حلوة جدا. تشارلي وميا بيحاولوا يهربوا من ماضيهم بس المدينة الفاسدة دي بتخليهم يدفعوا تمن غالي. لورانس رغم فساده بيحب ابنه وبيضحي بنفسه علشان ينقذه. ووكر بقى رغم انه مش مثالي ومش احسن حاجة بس بيختار في النهاية انه يعمل الصح حتى لو ده كلفه حريته. ومن هنا بتكون نهاية قصة فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير الفيلم الجاي. تصبحوا على خير.